السلام عليكم. انا هايدي وده مطبخ ليلى. النهارده هنعمل سلطه فاصوليا. ازيكم الاول، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شعبان، بدايه شعبان، ويا رب كده يبلغنا رمضان واحنا مش ناقصنا حد وكاملين، وربنا يا رب يجمعنا دايما على خير. يلا نشوف بنعمل ايه. انا معايا فاصوليا بيضة، ومعايا طماطم وفلفل وبصلايه خضرة كانت عندي، ومعايا شوية كزبرة مش حزمة حبة. حطيت حوالي كوباية فاصوليا، نص كوباية ذرة. على فكرة الذرة السكري لو انتوا بتشتروه من السوبر ماركت او من اي حتة ممكن تستخدموه بدل ما تشتروه من المعلب يعني. بس كده بتجيبوه لو انتوا هتعملوا طبخة زي مثلا لما عملنا الرز بالخضار. لو هتعملوا طبخة زي كده لا انتوا ممكن بقى تجيبوه هو مني عادي، ومش لازم تفصصوه، ممكن تكسروه وتعملوه في وسط الخضار. وممكن لو هو عندكم مستوي ومش عاوزينه ياخد وقت كتير عادي فصصيه حطيه قبل ما الخضار يستوي. يلا بقى خلينا في سلطة الفاصوليا. انا حطيت الخضار على بعضه، وهنا حطيت الدريسنج، عملت الدريسنج، حطيت معلقة كبيرة من مايونيز، حطيت عصير ليمونة، وحط ملح، وحط كمان سكر، رشة صغيرة قوي سكر، وحطيت كمان معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة شطة اهي، هحط كمون، وكمان هحط كزبرة ناشفة. بصوا السلطة دي تنفع في الدايت جدا جدا جدا. عايزة تاكلي معاها بروتين كلي، مش عايزة ما تاكليش. ممكن تاكلي معاها تونة، ممكن تاكلي معاها فراخ، ممكن تاكلي معاها اللي انت عايزاه. هي تحفة ومشبعة جدا. حطيت هنا بقى كمون وكزبرة، وهحط خل. بجد السلطة دي فظيعة، جربوها. مش هتخليكي تحتاجي تاكلي عيش، هتشبعك وهتقعدي فترة شبعانة. بس هحط دلوقتي بقى زيت زيتون، وهحط خل، هحط حوالي معلقة خل. ايوه، مش عايزه تحطي خل ما تحطيش، عايزه تحطي ليمون بس انت حره، عايزه تحطي ليمون وخل انت حره، عادي براحتك. انا حطيت الاتنين. هحط حبه زيت زيتون قد معلقه صغيره، وهقلب الدريسنج. او ممكن تحطي كمان فاصوليا خضراء لو عندك، حطيها يعني بتنزليها في ميه سخنه تغلي كده بسيط، وتروحي مطلعاها حطاها عادي. ممكن برضو فاصوليا حمراء حلوه برضو. يعني ممكن تحطي كل انواع الفاصوليا مع الفاصوليا البيضاء او من غير الفاصوليا البيضاء براحتك. بس هي اصلا الفاصوليا مشبعه جدا. هحط الخضار كله في طبق اكبر. بس كده حطيت الدريسنج وقلبت قلبت قلبت قلبت. عايزه منكم كومنتات، وعايزه منكم لايكات، وعايزاكم تضيفوا صحابكم، وعايزاكم يعني تشيروا فيديوهات. انا غيرت شويه مواعيد الفيديوهات، بس ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. السلطه كان طعمها جميل جدا بس كنتش قادره استنى بس كده. ويا ريت نشير فيديوهات ونشترك في قناه اليوتيوب. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد يا جماعه على خير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.